السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية تفتيش في المنام، سواء التفتيش في الملابس أو التفتيش في الهاتف أو التفتيش في الأغراض أو تفتيش الشرطة، أو شفت أي شخص في منام بيفتش في غرفتك أو في أي مكان. تابع معايا عشان تعرف التفاصيل. رؤية تفتيش الشرطة في المنام بيرمز للسعادة والاستقرار، وممكن كمان بيدل على بعض القلق من المستقبل والخوف منه. لكن لو شفت ان حد بيفتش في شعرك بيرمز للمتاعب اللي سرعان ما هتنتهي وتزول بإذن الله. أما رؤية تفتيش غرفة النوم في المنام بتدل على تحقيق نجاحات وإنجازات وطموحات. تفتيش الجوال أو الموبايل في المنام بيرمز لحدوث تغيرات جديدة أو ربما فرصة سفر وتبديل أحوال. تفتيش السيارة في المنام دلالة على تغيرات وسماع أخبار ربما تكون سعيدة أو ربما تكون سيئة على حسب سياق الرؤية، هل كنت سعيد أو حزين في الرؤية. وربما تدل رؤية تفتيش في الهاتف لكشف الخبايا والأسرار المخفية والمخبأة. يرمز تفسير حلم التفتيش في الهاتف إلى سماع أخبار مفاجأة في الفترة المقبلة. أما حلم التفتيش في الهاتف للزوج في المنام للمتزوجة يرمز للبشرى بالحصول على حمل قريب. يعني لما تشوف المتزوجة أنها بتفتش في تليفون زوجها بيدل على حملها القريب. من الممكن أن يكون تفسير حلم التفتيش في الهاتف أيضا دلالة على فرصة سفر. أما تفسير حلم تفتيش أغراضي في المنام فيرمز لحدوث بعض التغيرات الكبيرة في حياة الرائي. وربما يكون تفسير حلم تفتيش أغراضي دلالة على بعض نشوب الخلافات والنزاعات بين أهل البيت. تفتيش حلم أغراضي إن الرائي يشوف نفسه هو اللي بيفتش بين أغراضه كأنه بيدور على شيء، بيدل على إنه بيبحث عن مخرج لمشكلاته وأزماته. تفتيش أغراضي في المنام من شخص آخر يرمز لمحاولة هذا الشخص التدخل في حياته الشخصية. تفتيش أغراضي للعزباء بيرمز لاحتمال تقرب هذا الشخص منها اللي هي شافت إنه بيفتش في أغراضها. تفتيش أغراضي في المنام بيرمز أيضا للمنافسة بين الرائي وبين شخص تاني، سواء المنافسة دي في الدراسة وممكن في العمل. فالتفسير للتفتيش له دلالات كتيرة بحسب مكان التفتيش. أما التفتيش في منام العزباء في غرفة النوم يرمز لتحقيق أحلامها وطموحاتها ونجاحها. التفتيش للعزباء في الهاتف أو الجوال دلالة على كشف أخبار أو أسرار وتغير أحوال، وربما رمز لرحلة سفر. رؤية التفتيش في الشنطة في المنام تعتبر دلالة على تغير حال الرائي، فعندما يرى الشخص في منامه التفتيش في شنطة العمل تدل بعض تعرضه للأزمة والمشاكل التي تزعجه. أما في منام الفتاة العزباء فرؤية تفتيش الشنطة يعبر عن المرحلة التي تمر بها والتي بها العديد من المشاكل. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.